انت فاكر ان النجاح معناه فلوس كتير وشهره؟ طب ايه رايك لما تعرف ان ريتشارد برينسون مؤسس شركه فيرجن ريكوردز اللي ثروته دلوقتي تقدر ب 4 مليار دولار بدا حياته بصعوبه شديده في القرايه بسبب عسر القرايه؟ ما كانش بيعرف يقرا كويس، ما كانش متفوق في المدرسه، لكن اكتشف ان عنده مهاره واحده بس، مهاره انه يفهم الناس ويحل مشاكلهم، ودي كانت بدايه امبراطوريته اللي غيرت حياه ملايين الناس. النهارده انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، النجاح الحقيقي مش في الفلوس والشهره، النجاح الحقيقي في انك تلاقي مهاراتك تطورها وتخدم بيها الناس. السلام عليكم، مساء الخير ويا رب دايما تكونوا بخير. انا حسن نجار وخلينا النهارده ندردش شويه، وخلينا نبدا مع داليا. هي مهندسه ديكور عندها 26 سنه، شغاله من 3 سنين في شركه مشهوره، تاخد مرتب كويس وشكلها من بره ناجحه. بس داليا كل ما تصحى الصبح بتحس بحاجه غريبه جدا، زي ما تكون ماشيه في دوامه مفرغه، تشتغل بجد وبتخلص مشاريعها بس في النهايه مش حاسه انها بتتقدم او بتضيف حاجه حقيقيه للدنيا. كل مشروع بيخلص بيجي اللي بعده وهي زي ما هي، مش بتحس باي نمو او تطور داخلي. من فتره داليا قعدت معايا وحكت لي حكايه صغيره خلتني افكر كتير. قالت لي انا بقيت زي الاله، بصمم وانفذ واسلم، بس مش حاسه اني بضيف اي قيمه لحياه الناس. حتى لما العميل يقول لي ان شغل حلو، انا عارفه اني مجرد بقيت بطبق قوالب جاهزه مكرر مفيش فيها اي روح او ابداع حقيقي. وده اللي خلاني افكر ان كتير مننا واقعين في نفس الفخ بتاع داليا. في دراسه مهمه جدا اتنشرت سنه 2023 اتكلمت عن حاجه بيسموها فجوه المعنى في العمل، ولقيت ان 68% من الموظفين في العالم حاسين ان شغلهم ما فيهوش اي معنى حقيقي، وان 73% منهم نفسهم يلاقوا طريقه يحولوا بيها مهاراتهم الحقيقيه لحاجه مفيده وتجيب لهم فلوس في نفس الوقت. يعني الموضوع ده في كل حته في العالم. بس ايه الحل؟ الحل مش اننا نسيب شغلنا ونقعد في البيت، الحل اننا نرجع خطوه لورا ونسال نفسنا السؤال الصح: ايه المهاره اللي انا فعلا فيها كويس؟ مش اللي اتعلمتها في الكليه ولا اللي مكتوب في السيره الذاتيه بتاعتي، لا، انا اقصد المهاره اللي لما بعملها بحس ان في مكان الطبيعي والناس اللي حواليا بيقولوا لي انت فعلا كويس في اللي بتعمله ده. وهنا بقى الجزء المهم اللي معظم الناس بتتجاهله: المهاره مش بس موهبه بتتولد معاك، المهاره حاجه بتتطور وبتكبر وبتبقى اقوى مع الوقت. هو مايكل جوردن بقى بطل في كره السله عشان اتولد موهوب؟ لا، هو بقى بطل عشان كان بيتدرب 8 ساعات في اليوم ومركز على مهاره واحده بس، وهي التسديد المثالي. وده اللي خلاه يبقى اسطوره لحد النهارده. وليه تصريح حقيقي جميل جدا بيقول: انا ما كنتش عايز ابقى مجرد لاعب كويس، انا كانت امنيتي اكون الافضل، وعشان ده يتحقق كان لازم اشتغل على نفسي اكتر من اي حد تاني. هنا بقى النقطه، دايما اسال نفسك هو انت عملت ايه زياده عشان تبقى افضل من اي حد تاني في مجالك. المشكله ان في عالمنا العربي خصوصا في مصر معظمنا اتربى على فكره خاطئه تماما، فكره ان النجاح يعني اما تبقى دكتور او مهندس او محامي، وان اي حاجه تانيه مش حلو او مش هتجيب فلوس. وده اللي خلق جيل كامل من الشباب اللي بيدور على الامل الوهمي في الوظائف التقليديه بدل ما يطور مهاراته الحقيقيه. بس الحقيقه اللي لازم نواجهها: العالم اتغير خلاص. شوف محمد صلاح مثلا، هو ما طورش مهارته في كره القدم عشان يبقى مشهور، لا، هو حب اللعب وفضل يطور في نفسه سنين طويله، وفي الاخر المهاره هي اللي جابت له النجاح والفلوس والشهره كله مع بعض. وده اللي انا عايز اقوله لك: المهاره الحقيقيه هي طريقك الوحيد للحريه الماليه والنفسيه. خلينا نفهم ايه الفرق بين الشغل العادي والمهاره الحقيقيه. لما تشتغل شغل عادي انت بتبيع وقتك مقابل فلوس، ولو ما اشتغلتش يوم مش هتاخد فلوس. بس لما تطور مهاره حقيقيه انت بتخلق قيمه مستمره بتقدمها للناس، والقيمه دي بتفضل تشتغل حتى لو انت نايم. يعني ايه؟ يعني لو انت مطور مهارتك في التصوير مثلا وعملت كورس تعليمي كويس، الكورس ده هيفضل يتباع ويفيد الناس حتى لو انت مش موجود. وده بالظبط اللي شرحته لادم. ادم كان خريج تجاره تايه مش عارف يعمل ايه، اشتغل في بنك سنتين وما كانش حاسس باي معنى، لحد ما بدا يجرب في البرمجه كهوايه في وقت فراغه. في الاول كان بيحس ان الموضوع صعب جدا، بس لقى ان في حاجه جوه قلبه بتخليه يكمل. كان بيحس ان كل كود بيكتبه ده انجاز حقيقي، حاجه بيعملها من العدم. ادم فضل سنه كامله يتعلم وهو شغال في البنك ساعتين كل يوم بعد الشغل، وفي ايام الاجازه كان بيقعد من 6 ل 8 ساعات قدام الكمبيوتر يتعلم ويطبق. ما كانش بيتعلم عشان يسيب الشغل، كان بيتعلم عشان حب المهاره نفسها. ولما وصل لمستوى كويس بدا يعمل مشاريع صغيره للناس اللي حواليه. اول مشروع اخذ عليه 500 جنيه، ثاني مشروع 1500، وهكذا. والمفاجاه ان ادم بعد سنه ونص لقى ان مشاريعه الصغيره بتجيب له فلوس اكتر من مرتبه في البنك، وساعتها بس قرر انه يسيب الشغل ويتفرغ للبرمجه. النهارده ادم بيشتغل مع شركات في امريكا واوروبا من مصر، وبياخد في الشهر اكتر من اللي كان بياخده في سنه من البنك. بس المهم مش ان ادم بقى بيكسب فلوس كتير، هو حاسس ان حياته ليها معنى، ان كل يوم بيضيف حاجه جديده للعالم. الحقيقه ان في فرق شاسع بين الشخص اللي بيشتغل عشان فلوس والشخص اللي بيطور مهاره بيحبها. اول نوع عايش في قلق دايم من فقدان الشغل، بيحس ان قيمته مرتبطه بالمكان اللي هو فيه. لكن تاني نوع عايش في حاله نمو مستمر، كل يوم بيبقى اقوى، وبيحس ان قيمته الحقيقيه في المهاره اللي جواه مش في الشغل اللي بيشتغله. في دراسه مهمه جدا اتنشرت سنه 2024 قالت ان الاشخاص اللي بيركزوا على تطوير مهاره واحده بعمق بيحققوا نجاح مالي اكبر بكتير جدا من الاشخاص اللي بيشتغلوا شغل تقليدي. وده عشان المهاره بتخليك مميز في السوق مش قابل للاستبدال. طب دلوقتي ايه الخطوات العمليه اللي تخليك تكتشف مهارتك الحقيقيه دي وتحولها لمشروع مربح؟ بص، انا هقول لك على نظام مجرب من ناس حقيقيه نجحت بيه، مش كلام نظري. اول خطوه، وده اللي عملته مع سيف خلال 6 شهور. سيف دكتور اسنان ناجح، عيادته شغاله كويس وبيكسب فلوس محترمه، بس جاي يقول لي انا حاسس اني تايه، مش عارف انا بعمل ايه في حياتي، كل يوم نفس الروتين، نفس المرضى ونفس المشاكل. سيف كان محتاج يكتشف مهارته الحقيقيه اللي مش مرتبطه بشهادته الجامعيه. قلت له هنعمل تمرين بسيط جدا اسمه تمرين مراقبه الطاقه اليوميه لمده اسبوع
اسبوع كامل كل ما تعمل حاجه في يومك اكتبها واكتب جنبها رقم من 1 ل 10. الرقم ده بيعبر عن مستوى الطاقه والسعاده اللي حسيته وانت بتعمل الحاجه دي. يعني مثلا لو قعدت تكلم صاحبك على التليفون ساعه وحسيت انك مبسوط ومتحمس، هتكتب مكالمه مع احمد وجنبها رقم 9. لو عملت تقرير في الشغل وحسيت بملل، هنقول كتابه التقارير وتكتب جنبها رقم 3. سيف عمل التمرين ده وبعد اسبوع لما جمعنا نتائج لقيناها حاجه مذهله. كل الحاجات اللي اخدت رقم 8 او 9 او 10 كانت مرتبطه بحاجه واحده بس، التواصل مع الناس وحل مشاكلهم النفسيه. سيف لقى ان لما بيقعد مع مريض خايف ويطمنه، او لما يشرح لحد عمليه صعبه بطريقه مفهومه، او حتى لما يساعد زمايله يحلوا مشاكل شخصيه، ده بيديله طاقه جباره. من هنا اكتشفنا ان سيف عنده مهاره حقيقيه في الدعم النفسي والتواصل العلاجي، مش بس كدكتور اسنان، لا كانسان يقدر يدي الامان والطمانينه للناس في اللحظات الصعبه. وده كان بدايه رحله سيف لتطوير مهارته الحقيقيه. والنقطه هنا ان المهاره دي مش شرط تبقى بعيده عن شغلك الحالي، انت ممكن تطور مهاره جانبيه تساعدك انك تبقى مميز في شغلك ده. مش لازم طول الوقت تبقى بتدور على شغل جديد او حياه مختلفه، انت ممكن تبقى اكتر حد مميز في شغلك بسبب مهارات جانبيه غيرك ما بيعملهاش. وهي دي بقى نقطة التميز. تاني خطوة قاعدة ال1000 ساعة المركزة. في دراسة من جامعة كامبريدج سنة 2020 قالت إن أي إنسان يقدر يوصل لمستوى خبير في مهارة معينة لو ركز عليها 1000 ساعة بطريقة صحيحة. يعني لو خصصت ساعة واحدة بس كل يوم لمهارتك في خلال 3 سنين هتبقى خبير فيها. بس المهم إن الساعات دي تبقى ساعات مركزة، مش مجرد وقت بيعدي. يعني إيه؟ يعني تبقى مركز 100% في اللي بتعمله، بتتعلم حاجه جديده او حتى بتتحدى نفسك، بتطلع من منطقه الراحه بتاعتك، مش زي اللي يفتح يوتيوب ويتفرج على فيديوهات عشوائيه ويقول انا كده بتعلم. نهى اللي عندها 24 سنه وفي بدايه حياتها العمليه طبقت القاعده دي بطريقه ذكيه جدا. نهى كانت مشتته جدا، مش عارفه تختار بين التسويق والتصميم والكتابه والترجمه. كل اسبوع تيجي تقول لي انا عايزه اتعلم مهاره جديده، وكانت النتيجه انها مش بتركز في حاجه واحده وتتقنها. قلت لها نجرب حاجه اسمها تحدي 30 يوم، اختاري مهاره واحده بس واشتغلي عليها كل يوم لمده 30 يوم، ساعه كامله مركزه من غير ما تبصي لاي مهاره ثانيه. نهى اختارت الكتاب وفضلت 30 يوم تكتب كل يوم مقال صغير عن تجاربها الشخصيه. المفاجاه ان في اليوم ال15 نهى بدات تلاحظ ان كتاباتها بقت احسن بشكل واضح. في اليوم ال25 اصحابها بداوا يطلبوا منها تكتب لهم بوستات على صفحاتهم على السوشيال ميديا. وفي اليوم ال30 جالها اول عميل يطلب منها تكتب له محتوى لصفحته مقابل 800 جنيه من 30 يوم بس، وده تقدم كويس جدا. ثالث خطوه اختبار القيمه الحقيقيه، ده اللي معظم الناس بتنساه. مش كفايه انك تكون كويس في مهاره، المهاره دي لازم تحل مشكله حقيقيه للناس، ولازم الناس تبقى مستعده تدفع فلوس عشان تحل المشكله دي. عندك دكتور مصطفى محمود مثلا، كان مش بس عالم وفيلسوف، لا هو كان بيحل مشكله حقيقيه للناس. كان عنده قدره عجيبه على ازاله الشكوك والتساؤلات العميقه اللي بتشغل بال الناس، وبيخليهم يفهموا دينهم وحياتهم بشكل احسن. ولما كان بيتكلم في برنامجه العلم والايمان او في كتبه، كان بيخلي الناس يحسوا كانهم بيشوفوا العالم من زاويه جديده. كان بيخلينا نفكر بطريقه اعمق، وكل كلمه كان بيقولها كانت بتحمل رساله عن التوازن بين العقل والروح. وعشان كده الناس كانت بتشوفه مش مجرد عالم، كانت بتشوفه مرشد فكري، وكانوا مستعدين يدفعوا فلوس عشان يقراوا له او يتفرجوا عليه، لانه كان بيقدم لهم قيمه حقيقيه غير موجوده في اي مكان تاني. نفس الحكايه مع داليا لما اكتشفت مهارتها الحقيقيه. داليا بعد فتره من التفكير لقت ان هي مش بس مهندسه ديكور، هي عندها مهاره خاصه في انها تفهم شخصيه الانسان من طريقه كلامه وتصمم له مساحه تناسب شخصيته وتخليه يحس بالراحه النفسيه. دي مهاره نادره جدا مش موجوده عند كل المهندسين. بدات داليا تطور المهاره دي، راحت درست علم النفس البيئي، اتعلمت ازاي الالوان والاشكال بتاثر على مزاج الانسان، ودرست عن العلاقه بين التصميم الداخلي والصحه النفسيه. وبعدين بدات تطبق ده على اصحابها وجيرانها مجانا في الاول، والنتيجه كانت مذهله. الناس بدات تحس فرق كبير في مزاجها وطاقتها لما داليا تصمم لها بيت، وده خلاها تكتشف ان المهاره بتاعتها مش مجرد ديكور، هي سمتها هندسه السعاده الداخليه. النهارده داليا بتاخد على المشروع الواحد ضعف اللي كانت بتاخده زمان، والعملاء بيدوروا عليها تحديدا عشان المهاره الخاصه دي. رابع خطوه ودي انا اكتشفتها بعد سيشنز كتير، ومع الوقت بدانا نحسنها لحد ما خدت شكلها الحالي، وحقيقي كل اللي جربوها اشتغلت معاهم بشكل مذهل. اسمها نظام التطوير التدريجي. بص يا صديقي، انت مستحيل تبقى خبير في مهارتك من اول يوم، التطوير بيحصل على مراحل، فتعالوا نستكشف المراحل دي سوا. المرحله الاولى مرحله الاكتشاف، دي اول 100 ساعه بتتعلم فيها الاساسيات وبتكتشف ان فعلا المهاره دي مناسبه ليك ولا لا. المرحله الثانيه مرحله البناء، من 100 ل 500 ساعه بتبدا تشوف نتائج واضحه وتحس انك بتتحسن. المرحله الثالثه مرحله الاحتراف، من 500 ل 1000 ساعه تبقى كويس جدا لدرجه ان الناس تطلب خدماتك. المرحله الرابعه مرحله الخبره، بعد ال1000 ساعه بتبقى من احسن الناس في المجال ده. ادم عدى بالمراحل دي كلها في البرمجه. اول 100 ساعه كان بيتعلم الاساسيات، من 100 ل 500 ساعه بدا يعمل مشاريع صغيره لاصحابه، من 500 ل 1000 ساعه بدا ياخد مشاريع مدفوعه، وبعد ال1000 ساعه بقت الشركات تدور عليه. وعلشان ما تحسش ان الموضوع كبير فخليني اقول لك نقطه، لو كل يوم هتركز ساعه، في اول مرحله دي تقريبا مدتها 3 شهور، تاني مرحله تقريبا مدتها سنه وشهر، ثالث مرحله تقريبا مدتها سنه و4 شهور. يعني انت تقعد 3 شهور ساعه يوميا، وكده تكون خلصت بنسبه كبيره اساسيات اغلب المهارات اللي هتحتاجها. وبعدها تقدر تاخد مشاريع صغيره لمده سنه، ومن بعدها هتبقى انطلقت وقادر بشكل كبير تاخد مشاريع كبيره ومدفوعه بشكل كويس جدا. علشان اوقات لما بنسمع ارقام كبيره بنحس ان الموضوع صعب جدا، لكن الحقيقه ان الصعوبه دايما بتكون في البدايه. خامس خطوه استراتيجيه الدائره المقربه، ده سر مهم جدا معظم الناس مش عارفاه. لما تبدا تطور مهارتك ابدا بالناس اللي حواليك الاول، صحابك
اصحابك واهلك جيرانك وزمايلك في الشغل، اعرض عليهم خدماتك بسعر رمزي او حتى مجانا في الاول، مش علشان تكسب من وراهم لكن عشان تتمرن وتاخد فيدباك حقيقي. كل خبير في اي مجال بدا من الدايره المقربه. دلوقتي تعال نتخيل حياتك بعد سنه من النهارده لو طبقت اللي قلناه. تعال نشوف ايه اللي ممكن يحصل لك لو فضلت تطور مهارتك الحقيقيه كل يوم لمده ساعه واحده بس. اول حاجه هتلاحظها بعد شهر واحد انك هتحس ان في تغيير جوه عقلك. هتصحى كل يوم وانت متحمس تشتغل على مهارتك مش مجبر. هتحس ان في هدف حقيقي لحياتك مش مجرد انك تخلص اليوم وتنام. ده مش كلام فاضي، ده اللي حصل مع ادم وداليا ونهى وسيف، كلهم قالوا لي نفس الكلام. انا بقيت حاسس ان حياتي ليها معنى. بعد 3 شهور هتبدا تشوف نتائج حقيقيه. الناس حواليك هتبدا تلاحظ انك بقيت مختلف، بقيت اكتر ثقه في نفسك واكتر حيويه، اكتر قدره على حل المشاكل، وده هيخلي الفرص تجيلك من غير ما تدور عليها. بعد 6 شهور هتبدا تاخد اول فلوس حقيقيه من مهارتك. مش هتبقى فلوس كتيره في الاول، بس هتكون فلوس ليها طعم مختلف تماما. فلوس انت كسبتها بمهارتك الحقيقيه بقيمه حقيقيه بتقدمها للناس، وده هيديك دفعه نفسيه قويه جدا تخليك تكمل بشغف اكبر. بعد سنه كامله تبقى في مكان مختلف تماما عن النهارده، مش بس من ناحيه الفلوس، لا من ناحيه احساسك بقيمتك وثقتك في قدرتك انك تواجه اي تحدي في الحياه. لان اللي طور مهاره واحده بعمق يقدر يطور اي مهاره تانية. بس انا مش هقول لك ان الطريق هيبقى سهل، لا هو مش هيبقى سهل خالص، وده اللي لازم تبقى جاهز له من دلوقتي. اول اسبوعين هتحس بحماس شديد، هيبقى عندك طاقه عاليه جدا وتفاؤل كبير، بس في الاسبوع الثالث والرابع هتدخل مكان العلماء بيسموه وادي اليأس. دي فتره طبيعيه جدا بيعدي بيها كل انسان بيطور مهاره جديده. هتحس انك مش بتتحسن وانك مش شايف اي نتائج، ان اللي بتعمله مش هيوديك لاي حته. سيف عدى بالفتره دي لما بدا يدرس الدعم النفسي، قعد شهر كامل يحس انه بيضيع وقته، ان الكورسات اللي بيدرسها مفيش منها فايده، وان الناس مش محتاجه نصايحه. كان على وشك انه يسيب كل حاجه ويرجع لحياته العاديه كدكتور اسنان عادي. لكن اللي حصل ان في اليوم اللي كان ناوي فيه يبعد عن كل ده جاله مريض في العياده، راجل في الخمسينات خايف جدا من عمليه بسيطه في ضرسه. سيف قعد معاه نص ساعه يكلمه بالطريقه اللي اتعلمها، يهدي اعصابه ويشرح له العمليه بهدوء ويطمنه. وفي الاخر الراجل ده قال له كلمه مش هينساها ابدا: يا دكتور انا جيت هنا وانا هموت من الخوف، بس انت خليتني احس ان في امان، ربنا يكرمك. الكلمه دي غيرت حياه سيف. فهم ان المهاره اللي بيطورها مش مجرد معلومات، دي قدره حقيقيه على انه يدي الامان والسكينه للناس في اصعب لحظاتهم. ومن اليوم ده سيف ما سابش الدراسات اللي كان بيعملها، فضل يطور من نفسه. نهى كمان عدت بنفس التجربه في الكتابه. بعد الشهر الاول حست ان كتابتها عاديه ومفيش حد هيحتاجها، لكن فضلت تكتب كل يوم حتى لما ما كانتش حاسه بتحسن. وفي يوم واحده صاحبتها كتبت لها رساله، كانت بتقول لها: انا قريت المقال اللي كتبتيه عن الخوف من المستقبل وعيطت واتاثرت جدا وانا بقراه، عشان حسيت انك بتتكلمي عن اللي جوايا بالظبط. شكرا انك خليتيني احس اني مش لوحدي. في اللحظه دي نهى فهمت ان مهارتها في الكتابه مش مجرد تسليه، دي قدره حقيقيه على انها تلمس قلوب الناس وتساعدهم يحسوا انهم مفهومين. النهارده نهى بتكتب لشركات كبيره ومواقع مشهوره جدا، وكتاباتها بتوصل لالاف الناس كل يوم. عشان كده لما تعدي بفتره يأس، واكيد هتعدي بيها، افتكر ان دي مرحله طبيعيه جدا كل الناجحين في العالم عدوا بيها. توماس اديسون اللي اخترع المصباح الكهربائي فشل 999 مره قبل ما ينجح في المره ال1000. مايكل جوردن اتطرد من فريق كره السله في المدرسه الثانويه. اوبرا وينفري اتطردت من اول شغل ليها في التلفزيون. الفرق الوحيد بين اللي نجحوا واللي فشلوا ان اللي نجحوا كملوا رغم الالم، فضلوا يشتغلوا على مهارتهم كل يوم حتى لو مش شايفين نتائج واضحه. ولما تعدي من وادي اليأس وتفضل ماشي هتوصل لمرحله اسمها نقطه التحول. دي اللحظه اللي فيها كل اللي اتعلمته واتدربت عليه يبدا يظهر فجاه. هتحس انك قدرت تعدي حاجز وبقيت في مستوى مختلف تماما. داليا وصلت لنقطه التحول بتاعتها لما صممت بيت لعيله عندها طفل مصاب بالتوحد. داليا استخدمت كل اللي اتعلمته عن علم النفس البيئي وصممت مساحات تساعد الطفل يحس بالهدوء والامان. وبعد شهر ام الطفل اتصلت بيها وهي بتعيط وبتقول لها ان ابنها بقى اهدى وبقى اسعد بشكل ملحوظ في البيت الجديد. في اللحظه دي داليا حست ان كل الساعات اللي قضتها في التعلم والتطوير كانت تستحق. ومن يومها داليا ما بقتش مجرد مهندسه ديكور، بقت مهندسه سعاده زي ما عميل سماها. بتصمم مساحات تهدي النفوس وتدي الامل للعائلات. انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا: انت مش محتاج تبقى عبقري عشان تنجح، ولا محتاج ظروف مثاليه او امكانيات خارقه. كل اللي انت محتاجه هو انك تصدق ان جواك مهاره حقيقيه ممكن تغير حياتك وحياه الناس حواليك، وتفضل تشتغل عليها كل يوم ولو لساعه واحده بس. احمد الشقيري بدا حياته كشاب عادي مهتم بالسفر والثقافه، طور مهارته في التواصل مع الشباب وتبسيط المعلومات المعقده. النهارده برنامجه خواطر غير تفكير ملايين الشباب في العالم العربي. هو ما كانش عبقري بس كان مؤمن بمهارته فضل يطورها. انا مش بقول لك الحكايات دي عشان تحلم احلام كبيره وانت قاعد مكانك، انا بقولها لك عشان تفهم نقطه مهمه: ان كل الناجحين دول بداوا زيك بالظبط بمهاره صغيره وحلم بسيط واراده قويه. والحقيقه ان العالم محتاجك، محتاج مهارتك ومحتاج قيمتك، محتاج الحياه الجميله اللي جواك. في ناس كتير مستنيه حد زيك يساعدهم يحل مشاكلهم ويديهم الامل، بس هم مش عارفين انت فين. تخيل معايا لو احمد زويل قاعد في البيت وقال: انا مجرد ولد من الزقازيق، اللي يخليني ابقى عالم كيمياء. العالم كان فاتح على اكتشافات علميه مهمه جدا. لو فاروق الباز قال: انا مجرد شخص عادي، اللي يخليني افكر في الفضاء والقمر والكلام ده، الانسانيه كانت خسرت عالم فضاء عظيم. وانت كمان لو فضلت قاعد مكانك وقلت: انا مجرد شخص عادي، مفيش عندي مهارات مميزه،
العالم هيفوت عليه الحاجه الجميله اللي ممكن تقدمها له. انا مش عايزك تفكر في الموضوع كانك هتبقى مليونير او مشهور، انا عايزك تفكر فيه كانك هتبقى النسخه الاحسن من نفسك، النسخه اللي تقدر تبص في المرايه كل يوم وتقول انا فخور بيك. تخيل انك بعد 5 سنين لقيت نفسك بتشتغل في اللي بتحبه، بتكسب فلوس محترمه، والاهم من كده انك بتحس ان كل يوم في حياتك ليه معنى. تخيل انك بتصحى كل يوم وانت متحمس للشغل مش مجبر عليه، ان الناس بتدور عليك عشان مهارتك مش انت اللي بتدور على شغل. تخيل انك لما تبص على انجازاتك تلاقي انك مش بس غيرت حياتك، انت كمان ساعدت ناس تانية تغير حياتها، زي سيف اللي بقى يساعد الناس تتخلص من خوفها من الاطباء، زي داليا اللي بقت تصمم بيوت تهدي الناس، زي نهى اللي كتاباتها بتلمس قلوب الاف الناس كل يوم، زي ادم اللي بقى يساعد الشركات الصغيره تنمو وتنجح. هو ده النجاح الحقيقي، مش الفلوس الكتيره ولا الشهره ولا المنصب الكبير. النجاح الحقيقي انك تحس ان حياتك ليها معنى، انك تقدم قيمه حقيقيه للعالم، وان كل يوم بيفوت انت بتبقى احسن من امبارح. انا عارف انك دلوقتي حاسس بحماس كبير وده كويس جدا، بس الحماس لوحده مش كفايه. اللي بيخلي احلام تتحقق هو العمل اليومي البسيط المستمر، الساعه الواحده كل يوم، الخطوه الصغيره كل يوم، التقدم البطيء لكن الثابت كل يوم. وانا هوعدك بحاجه، لو فضلت تشتغل على مهارتك كل يوم ولو ساعه واحده بس، وطبقت اللي قلناه وصبرت على فترات اليأس والصعوبه، بعد سنه واحده هتبقى في مكان مختلف تماما، مش بس من ناحيه الشغل والفلوس، لا من ناحيه احساسك بقيمتك وثقتك في نفسك وسعادتك بحياتك. انا مش عايز منك انك تكتب في الكومنتات شكرا او كلام جميل، انا عايز منك حاجه واحده بس، انك تقوم دلوقتي تجيب ورقه وقلم وتكتب اسم المهاره اللي حاسس ان جواك فيها شغف حقيقي، وبكره خصص ساعه واحده بس 60 دقيقه من يومك واشتغل على المهاره دي. مش عايزك تخطط لشهور او لسنين، مش عايزك تفكر في خطه معقده، ابدا وبس، ساعه واحده بكره وبعد بكره ساعه تانية وبعدها ساعه ثالثه، واستمر كده كل يوم. اوعدك انك لو عملت كده بعد شهر واحد بس هترجعي وهتحكي لي ازاي حياتك بدات تتغير، وبعد 3 شهور هتحكي لي ازاي الفرص بدات تجيلك، وبعد سنه هتحكي لي ازاي انت بقيت شخص مختلف تماما. مهاراتك الحقيقيه موجوده جواك من دلوقتي، مش محتاجه تتخلق، محتاجه بس تتكشف وتتطور، والعالم مستني يشوفها. ما تخليهوش يستنى كتير، ابدا من النهارده، ابدا من دلوقتي. مستقبلك المختلف بيبدا بقرار واحد، قرر انك تطور مهارتك الحقيقيه وتخدم بيها العالم. انا مؤمن بيك وعارف انك قدها. دلوقتي الدور عليك انك تؤمن بنفسك وتبدا.